ازيكم عاملين ايه؟ ازاي نقدر ندير حياتنا وننظم حياتنا بشكل عام في 2023؟ طبعا كل واحد فينا عارف دلوقتي ان الربع التاني من السنة فاضله شهر واحد ويخلص، اللي هو بيبقى كل ربع سنة 3 شهور. فالثلاث شهور ده يا ترى احنا عملنا فيهم ايه، ويا ترى احنا قدمنا لنفسنا ايه وضفنا لنفسنا ايه فيهم. طبعا انت كل اللي هتعمليه هتجيبي ورقة اسمها ورقة التقييم. ورقة التقييم دي تبدأي تقولي انا اتفرجت على ايه افادني، شفت ايه افادني، خرجت مع مين افادني، كل الحاجات دي. جزء افادك وجزء تاني ما ضافلكيش ما فاتكيش في حاجه. الموضوع ده بيبقى حلو جدا جدا، لان انت بتقدري كده تشوفي وتعرفي ملمه كده بحياتك، الدنيا كانت ماشيه معاكي ازاي اول 3 شهور مثلا. طيب ايه التاني اللي بيقدر يخليني بيساعدني ان دايما اكون حياتي منظمه؟ الورقه والقلم. فالورقه والقلم مهمين جدا، ان انا اجيب ورقه وافتحها واجيب قلم وابدا ان انا اكتب الحاجات اللي نفسي اعملها والحاجات اللي انا عايزه اسويها واعملها وانا مش معايا وقت. ودايما كلمه ما عنديش وقت ديت بتيجي عشان ما فيش صحيان بدري وما فيش تخطيط. فلازم تخططي لحياتك ولازم تصحي بدري. دايما انا بتكلم عن موضوع الصحيان بدري وبقول لكم ان انتم مش شرط لازم تصحوا الساعه 5 الصبح ونادي الخامسة صباحا ونادي السادسة صباحا. مش لازم ابدا، لان في دايما ده بتبقى شرط تعجيزي شويه، لان في مننا امهات بتبقى حابه تبدا حياه جديده مع اطفالها وحابه تبدا حياه جديده مع يومها العادي او مع حياتها العاديه. مش لازم انها تصحى بدري، رغم ان ممكن تكون معاها طفل وبيبي صغير من ايام الساعه 3 4 الفجر، فازاي تصحى مثلا 5 او 6 او 7. كل المطلوب منك ان انت تشوفي مواعيد البيبي بتاعك او ولادك بيصحوا امتى، فهنصحى قبلهم بساعه. بيصحوا الساعة 9 أنا هصحى الساعة 8، بيصحوا الساعة 8 أنا هصحى الساعة 9، سوري هصحى الساعة 7. فهبدأ إن أنا أبدر ساعة عنهم. الساعة دي تقدري تعملي فيها حاجات كتير جدا جدا جدا. أول حاجة تعملي روتين لنفسك، من فطور، من قراءة، من أذكار، من صلاة. تقدري تنظمي الساعة بتاعتك. الساعة فيها 60 دقيقة، تقدري في ال60 دقيقة دول تخصصي دقيقتين مثلا تسبيح، 5 دقايق مثلا وضوء وصلاة، 5 دقايق قراءة، 10 دقايق ربع ساعة فطار عقبال ما احضر الفطار وافطر. لو عندي مدونة على الفيسبوك او على اي حاجة اقدر اكتبها. ما عنديش، ليه لا، ليه يا جماعه ما نكتبش يومياتنا؟ انا دايما بحب ان انا اجيب الاجنده واصحى بدري كده اقعد ادون الاحلام اللي حلمتها. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، معجزه الصباح مش بس في الصحيان بدري، في حاجه اسمها صفحات الصباح. صفحات الصباح دي اكتر حاجه ممكن تساعد اي واحده فينا عندها تشتت ومتشتته، عندها مهام كتيرة جدا في دماغها وافكار مليون، يعني مليون بجد، عندها افكار كتيرة قوي ومش عارفة تعمل ايه ومش عارفة ازاي تبدأ تركز وتبدأ تمحور حياتها على الحاجات دي كلها. صفحات الصباح بتساعدك على كده، ان انت كل يوم تصحي تبدأي تكتبي كل حاجة جاية في بالك وكل حاجة انت بتفكري فيها، احلام حلمتيها، افكار من امبارح بتفكري فيها، موضوع مضايقك صحيتي لقيتيه، اي حاجة في الدنيا. اطلاق العنان، ان شاء الله لو كتبت سطر، لو كتبتي 5 صفحات مش مهم، اطلاق العنان واكتبي. صدقيني اكتر حاجة هتفيدك من الكتابة دي، اول حاجة تحسي ان انت كده بقيتي نشيطة واكتف كده والدنيا حلوة معاكي وفي عينيكي، وكمان هتحسي ان مخك بقى فاضي يقدر يستعد لليوم كله ويقدر ان هو يشيل افكار اليوم كله. فانت لما هتكتبي في نفس الوقت هتقدري، لو انت في حاجة عايز تفتكريها تنزلي تفتكريها تاني من النوت بوك اللي انت كاتبة فيها، او لو انت مستعدة وعندك حاجات تانية كتير مهمة تقدري تفضي دماغك علشانها. كمان الطلاب ممكن يعملوا الحركه دي، وحاولوا تعودي اولادك لو هم دلوقتي بيعرفوا يمسكوا القلم ويكتبوا، ان هم يكتبوا الحاجات اللي مضايقاهم ويكتبوا الحاجات اللي بسطاهم، وتعوديهم من دلوقتي. صدقيني الاطفال لما بيجوا يتعودوا على حاجه زي كده بتبقى عاده في حياتهم وفعلا بتغير لهم حياتهم كتير. الصحيان بدري او الصحيان قبل اولادك بساعه ده هيعمل لك حاجه زي انضباط الذات. يعني ايه انضباط الذات؟ يعني انا عندي انضباط بحاجه معينه، لازم انضبط في شغلي، في شغل بيتي، في دراستي، في حياتي مع اولادي، مع زوجي. لازم الانضباط الذاتي لازم تعلميه لنفسك، لانها عاده مكتسبه مش بتتولدي بيها ولا اي حاجه. يعني مفيش حد مثلا بيتولد بيعرف يصحى بدري كده من غير ما يكون عنده شقاء وعناء الا من رحم ربي. ولكن احنا خلينا من الناس اللي بتحب دايما تسعى ودايما تعافر وما تستسلمش، ولازم دايما تعافري وما تستسلميش. صدقيني الوضع في بكام يوم هياخد معاكي بس شكل كده مرهق وتعبان، وعشان اساعدك تقدري تصحي بدري اكتر لازم تعملي الخطوات دي. اول خطوه تكتبي بالورقه والقلم كده على باب الاوضه بتاعتك، او ما تصحي ايدك عليها. الموبايل يا ستي، هاتي الموبايل مثلا، ده الموبايل، وهاتي الورقه اكتبي فيها،
حطيها كده على الموبايل، عشان اول ما بنصحى ايدينا بتروح على الموبايل دايركت كده من غير اي حاجه. اول حاجه انا هفطر كذا وكذا، انا هعمل سكين كير النهارده بمنتج 1 2 3، النهارده هقرا 5 دقايق وهصلي في 5 دقايق وهعمل رياضه في 5 دقايق، وتفضلي سايباهم كده. اول ما تيجي تصحي من النوم ايدك على الكومودينو على طول او على الترابيزه اللي جنبك هتجيبي الموبايل. اول حاجه تلمسيها ايه؟ الورقه اللي مكتوب فيها كل حاجه. فحضرتك هتاخدي الورقه والموبايل وتطلعي تجري طبعا من الاوضه وتبداي يومك الطبيعي العادي جدا. الطريقه دي بتساعدك جدا جدا جدا. ويا ريت تحطي في الفطار بتاعك حاجه تكون مفيده، حاجه جديده، اكله بتحبيها تعمليها، وافطري زي ما انت عايزه. اهم حاجه في انضباطك اليومي وفي تخطيط لحياتك هو الحياة الصحية. لازم تاكلي صحي على قد ما تقدري، مش دايت ومش رجيم ومش حاجة عشان تخسي، لا ابدا، بس انك تدخلي في جسمك حاجة صحية وحاجة مفيدة لجسمك، هيفيد جسمك وهيفيد عقلك. زي ما بيقولوا كده، فاكرين الكتب بتاعه المدارس زمان، العقل السليم في الجسم السليم؟ حقا هذه المقولة فعلا حقيقية. العقل السليم في الجسم السليم. لو انت جسمك سليم، مفيهوش انيميا، مفيش نقص فيتامينات، ما عندكيش اي امراض لا قدر الله، تقدري ان عقلك يشتغل بصوره اكبر وبصوره اوسع ومتعرفه. وعايزه اقول لكم كمان حاجه مهمه قوي، انه مخنا يا جماعه في مليارات الخلايا. حرفيا مخ الانسان افضل مليون الف مره من الكمبيوتر واللابتوب والموبايل اللي احنا دايما بنحفظ عليه كل حاجه، ودايما فاكرين ان هو لو من غير الموبايل مش هنقدر نعيش. لا، انت بكتابك وبمخك تقدري توصلي لاعلى مكانه مجتمعيه ونفسيه وعلميه وجسديه وكل حاجه. على فكره تقدري ما تنسيش كل حاجه، وتقدري تفتكري كل حاجه، وتقدري تذاكري كل حاجه، وتقدري تنجحي في كل حاجه، وتقدري تعملي كل حاجه. دايما قولي لنفسك توجيهات صباحيه كده: انا استطيع افعل اي شيء احبه. انت شوفي اللي بتحبيه اعمليه، الحاجه اللي انت خايفه منها وبعيده عنها بالك سنين ابداي اعمليها في الوقت الخاص بتاعك ده. لو عندك هوايه، عندك تطريز، عندك حاجه بتحبي تشتغليها، اشتغليها في الوقت بتاع الصحيان بدري ده. وبس كده. انضباط الحياة وتخطيط الحياة بيبدأ من الورقة والقلم. لازم الورقة والقلم، ولازم تبدأي تكتبي كل حاجة في اليوم هتعمليها من اول الاولويات، وحاولي تحطي 3 اولويات، يعني 2 أو 3 بالكتير، ان اليوم بتاعك ما يخلصش الا لما تعملي الحاجات دي كلها. وان شاء الله باذن الله حياتك تتظبط على الاقل. لو محتاجين فيديوز عن كده كتير اكتبوا لي في الكومنتات. لو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي لايك للصفحه ولايك للفيديو. لو بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب للقناه ولايك برضو للفيديو. هستنى كل تعليقاتكم وكومنتاتكم، وهستنى كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها، وهجاوبها ان شاء الله من خلال اي فيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.